كثير من الشباب يجعل معيار الجمال معيار أساسي ومحوري في اختياره. سألني أحدهم مرة قال في واحدة كذا واحدة مدري إيش وجميلة ورائعة وكيوت وتعرف كذا. قلت له شوف، أنا ما أقدر أعطيك الجواب، ولكن دائما قبل أن تختار زوجة فكر أنها أم لأبنائك. هل هذه ترتضيها أم لأبنائك ولا لا؟ معيار الجمال معيار ممتاز، لكن معيار الخلق، معيار الدين، معيار النضج، هذا أمر في غاية الأهمية. أنا بكرة هذه بتزوج، هذه أم، هذه اللي تتربي عيالي. الإنسان لما تكون مع الساعة فاخرة لكنها لا تعمل، هو بيشخص بها يوم يومين أسبوع، بعدين خلاص بيرميها، لأن الأصل أنها فاقدة الوظيفة حقتها. كذلك الإنسان في قضية أنه يختار امرأة جميلة لكنها فاقدة لوظيفتها، لن يستطيع أن يعيش معها كثيرا. هذه من الأمور الجيد الإنسان يتنبه لها.